لو محتارين ولسه ما عملتوش غدا، يلا نعمل مع بعض برجر سهل وسريع، مش هياخد مننا 20 دقيقة تقريبا. وده بجد اللي بحبه فيه، ان هو سريع ومنجز وبينفعنا قوي وقت الدراسة. ده غير كمان انه جوسي جدا وغرقان صوص بيج ماك، عايزة اقول لكم خطير. ولو عايزين طريقة صوص البيج ماك اكتبوا لي في الكومنتات ننزله الفيديو الجاي. المقادير والبهارات كلها اكتبها لكم تحت الفيديو. مش هنحتاج غير حاجات بسيطة خالص اصلا. هنعجن كل البهارات والخلطة بتاعتنا ونكورها كور مع بعض قد بعض كده، ونكبسهم بمكبس البرجر او ممكن باي غطا برطمان عندنا او من غير خالص، ونضغطهم باي حاجة تقيلة عندنا على الجريل بتاعنا على طول او الطاسة. هنا انا بعمل الكمية دي، بحط كيس تحت وكيس فوق عشان لما اغلفهم واحطهم في الفريزر ما يلزقوش في بعض. بعمل كمية اصلا واحطهم في الفريزر. احلى فقرة بقى بعملها ان انا بحمص الاول كل العيش الكايزر بتاعي، وبكون محضرة صوص البيج ماك واكون خلصت. احمر البرجر بسرعة بقى لغاية ما ياخد اللون التحميري ويدخن كده ويبقى زي المشوي بالظبط. وبعد كده نجمع الصوص معانا ونجمع الطبقات بتاعتنا. صوص البيج ماك ده بقى انا عايزة اقول لكم ان انتوا هتعملوه وتعينوه في التلاجة عندكم عشان يبقى عندكم لاي وصفة او اي بطاطس محمرة مع اي برجر. عايزه اقول لكم خطير. وصفه البرجر دي خطيره وطعمه لحم صافي طبعا ما فيهوش اي اضافات. في وصفه تانية بقى للبرجر، عايزه اقول لكم وصفه اقتصاديه جدا جدا جدا. لو عايزين الوصفه بتاعت البرجر التانية دي اكتبوا لي في الكومنتات.